ابقى بكدب عليك لو قلت لك النادي الاهلي بكره الماتش مع سيراميكا كليوباترا ماتش سهل، ماتش صعب جدا على النادي الاهلي. احنا شايفين الفتره الاخيره اداء النادي الاهلي من تذبذب عام لشكل الفرقه، وان الفرقه مش قادره تلاقي بعضيها جوه الملعب. في شكل عام وحش للنادي الاهلي. ماتش بتاع بكره ده ماتش صعب جدا 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 على النادي الاهلي. نتمنى الفوز للنادي الاهلي. بس انا حابب اقول لك حاجه، حابب اقول لك ان فرقه النادي الاهلي معودنا دايما ان في الوقت الصعب بنلاقي الفرقه. انا شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ يسافر مع النادي الاهلي، وان الاداره في الوقت الحالي تخلي كابتن سيد عبد الحفيظ مشرف عام على كره القدم في النادي الاهلي. ده امر مهم جدا 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 قبل ماتش سيراميكا. سيراميكا كليوباترا من الفرق اللي بتعرف تلعب جوه الملعب، وتعرف ثغرات الفريق اللي قدامها. سيراميكا كليوباترا كانت خسرانه 1-0، كانت خسرانه 1-0، كسبت 2-1، تقدر ترجع في المباراه بسهوله. سيراميكا كليوباترا من الفرق المنظمه جدا 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 جدا. احنا بكره ان شاء الله نامل النادي الاهلي يكسب، بس انا واحد من جمهور النادي الاهلي شايف ان فرقه النادي الاهلي في الوقت الحالي فيها تذبذب عام، وشكل مش احلى حاجه للنادي الاهلي. يا رب كابتن سيد عبد الحفيظ يعدل الميله، ونشوف لو في اي سلبيات يقدر يعدلها الفتره الجايه. كابتن سيد عبد الحفيظ عليه ضغط كبير جدا الفتره الجايه، ونتمنى، واحنا طبعا داعمين لكابتن سيد عبد الحفيظ لان هو الوحيد اللي شايفينه مناسب في المكان دوت في الوقت الحالي. ان شاء الله ماتش سيراميكا كليوباترا يعدي على خير بكره، ونوصل للنهائي، ونقابل ايا يكن، هنقابل الزمالك او هنقابل بيراميدز، ان شاء الله ان شاء الله ناخد البطوله. وان شاء الله ان شاء الله تبقى دفعه للعيبه اللي دخلت النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ويعرفوا قد ايه تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيل قوي، ومش اي لاعب يستحق يلبس تيشيرت النادي الاهلي. نتمنى الفوز للنادي الاهلي، واحنا ورا النادي الاهلي دايما، ورا ادارته، ورا قراراته. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي بكره هيكون من اهم المميزات اللي هتدي دفعه لفرقه النادي الاهلي الفتره الجايه، وتخليه ماشي بشكل كويس جدا في بطوله الدوري العام او في بطوله الكاس ان شاء الله ياخدها. ونستنى طبعا نشوفوه في افريقيا، لان المجموعه بتاعتنا في افريقيا يعني مجموعه قويه جدا 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 جدا. هنلعب في الجزائر، وهنسافر هنا وهنسافر هنا وهنسافر هنا، عندنا فرق صعبه جدا. ونتمنى الفوز للنادي الاهلي. خلينا مركزين في الماتش بتاع بكره، ونتمنى وكل الدعم طبعا للفرقه وكل الدعم للاداره. ان شاء الله نتمنى نشوف مباراه حلوه بكره، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي اولا واخرا. وان شاء الله تبقى مباراه كويسه، ونتقابل بعد المباراه. سلام.